حركة الاستعداد لسرب لانشات التوربين، واللي كان بيتولى قيادتها كل من النقيب عوني عزر وممدوح شمس. وصدر قرار باستطلاع الهدف واستدراجه للمياه الإقليمية المصرية وعدم الاشتباك معاه، لأنه هو خارج حدود المياه الإقليمية المصرية، واللي بالمناسبة تعادل 12 ميل بحر. وطبعا ما يشتبكوش بسبب قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وما يطلقوش النار في المياه الدولية إلا في حالة واحدة بس، وهي الدفاع عن النفس. والساعة 10:45 دقيقة عزيزي المشاهد اتحرك اللانشين من رصيف المينا، واللانش رقم 225 تحت قيادة النقيب عوني عازر، واللانش رقم 226 تحت قيادة ممدوح شمس. وبعد ما خرجوا من رصيف المينا عزيزي المشاهد بدأ يحصل خلل في الرادارات بتاع اللانشين، واصبح القائدين غير قادرين على اتباع خط السير الصحيح. ده غير كمان ان اللانش رقم 226 اتضح فيما بعد عدم كفاءته بسبب ضعف امكانياته، وبقى عاجز عن اللحاق باللانش 225. طبعا ده غير مشكله الرادارات كمان. وحاولت قياده قاعده بورسعيد اكتر من مره تعديل مسار اللانشين، لكن ما عرفتش